إن شاء الله تكونوا كتير منيح انتوا عم تحضروا فيديو اليوم. إذا كنتوا جديد على القناة أنا اسمي سارة، مرحبا. من فترة نزلت فيديو على يوتيوب، وإذا متابعيني بتعرفوا إنه أنا قلت هيدي الجملة: فازلين. ما لازم نحط فازلين أبدا أبدا برات البيت. الفازلين إذا حبينا نحطه، وأنا بالنسبة لإلي ما بينفع لشي غير إذا حبيتوا تحطوه شوي على إجريكم. صح، أنا قلت بليز ما تستعملوا الفازلين أبدا، والفازلين ما بينفع غير للإجرين بس. أنا عم بعمل editing للفيديو فكرت وقلت معقول ما في فوائد الفازلين أبدا غير إنه نحطه على الإجرين؟ بالفيديو اليوم رح نتعرف على 5 فوائد للفازلين لازم كل بنت فينا تعرفهم وتستعملهم بحياتها كل يوم. إذا عبالكم تعرفوا شو هن فوائد الفازلين، ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب. خلينا نبلش بأول خلطة للفازلين. بهيدي الخلطة رح نستعمل فازلين مع زيت الزيتون. أول شي الفازلين معروف إنه كتير بيرطب البشرة، وتاني شي زيت الزيتون معروف إنه كتير منيح لشو؟ للضفير. زيت الزيتون بيطول الضفير وبيقسي الضفير، والفازلين رح ينعملنا حوالي الضفر والجلد تبطل كتير قاسية، خصوصي انه نحن جايين على فصل الشتاء، وانا شخصيا كتير بعاني من هيدي المشكلة انه حوالي ضفيري على طول منشف. بس ينشف حوالي ضفيري ما بلاقي حالي غير حاطة ضفيري بتمي وقاعدة عم باكل وعض هيدي الجلدة اللي بتكون حوالي الضفير، وهذا شيء كتير بيزعجني. حتى انه العالم اوقات بيعطوني ملاحظة بيقولوا لي سارة بليز ما بقى تاكلي ضفيرك. تنتخلص من هيدي المشكلة رح نشوف هلأ كيف فينا نعمل هيدي الخلطة اللي كتير سهلة. اول شي بنعمله هو بناخد ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نخلطهم مع بعض كتير منيح، ورح اخدهم انا وحطهم بهيدا الكونتينر، وبعدين رح تعرفوا ليش عم حطهم بهيدا الكونتينر بالتحديد. بشيل باصبعي من هيدا الخلطة، بحطهم على كل الضفير بهالشكل، وببلش اعمل مساج بطريقة دائرية على كل الضفير كرمال حفز الدم او دوران الدم بهيدا المنطقة. الخلطات اللي عم بعطيكم اياها اليوم بتستعملوها بس بالليل وما بتستعملوها بالنهار، لانه كان معي حق وقت قلت لكم انه ما تحطوا الفازلين على وشكم، لانه اذا اجتمعوا الفازلين مع اشعة الشمس رح يحترق محل ما حاطين فازلين، لانه الفازلين مثل كأنه حاطين زيت. اذا حاطين زيت على ايديكم وطلعتوا بالشمس شو رح بيصير؟ رح يحترقوا ايديكم من الشمس. اهم شيء انه ما نحط فازلين نحنا وبرا البيت او وقتا يكون في شمس علينا. هول الخلطات احسن شيء تعملون بالليل. من بعد ما يخلصوا الدقيقتين بناخد كلينكس وبنمسح مسحة وحدة على الضفير، وبدنا نخلي شوي هيك بقايا الفازلين على ضفيرنا. صدقوني الشعور ابدا منه ستيكي او بلزق او رح يضايقكم، بالعكس رح تحسوا كأنه حاطين هيك كريم كتير ناعم على الضفير. مش معقول النتيجة. شوفوا جايز، تاني فائدة للفازلين لليوم كتير رح تتفاجئوا فيها، لانه انا تفاجأت فيها ومن بعد ما جربتها كتير انصدمت. تاني خلطة هي للهالات السوداء. نعم، الفازلين طلع انه بيقدر يحارب الهالات السوداء. خليني بلش اول شي بالخلطة. الخلطة هي عبارة عن فازلين مع فيتامين اي. اكيد كلنا بنعرف قد ايه الفيتامين اي كتير منيح للبشرة وبيحارب علامات التقدم بالعمر وبيرطب البشرة، والفازلين كمان كتير بيرطب البشرة. رح نخلطهم مع بعض. رح احط ملعقة كبيرة من الفازلين مع 2 كبسول من الفيتامين اي. رح اخلطهم مع بعض كتير منيح وحطهم بالكونتينر. ليش عم نحط الفازلين مع الفيتامين اي تحت العين؟ خليني اخبركم الفازلين كيف بيشتغل. الفازلين بيعمل طبقة عازلة بين البشرة وكل شي برات البشرة. نحن بس ناخد الفازلين ونحطه تحت العين بنكون عم نحصر كل المويستر او كل الترطيب جوا البشرة وما عم نخليه يظهر برات البشرة. لهالسبب بتحسوا انه تحت عينكم كتير مرطب. وهيدي التكنيك اسمها سلوجينج، كتير انشهرت هلا مع السوشيال ميديا
والانفلونسرز والميك اب ارتستس كلهم عم يحكوا عن السلاجينج، وهيدي هي التكنيك تبع السلاجينج، بتخلي انه كل الترطيب ينحبس جوا البشرة. خلينا نطبق هيدي الخلطة تحت العين. رح اخد باصبعي من الخلطة ورح حطه تحت العين. اكيد بدنا ننتبه انه ما يفوت الفازلين على قلب العين، وما بدنا ننسى المنطقة الخارجية للعين كمان. منترك هذا الماسك لمدة ساعة قبل النوم، ومنرجع منشيله بقماشة عليها مي، وبنرجع نتأكد انه كل الفازلين طلع من كل الزوايا. تالت فائدة للفازلين اللي كتير رح نستعملها خصوصي بفصل الشتاء يلي هي الشفاف المطقطقة اللي بتبقى كتير منشفة. إذا عبالكن إنه شفافكن يبينوا بهالمنظر، كل شي عليكن تستعملوه هو بس فازلين، بس فازلين، مش بحاجة لشي تاني أبداً. قبل النوم خدوا شوي من الفازلين على إصبعكم وحطوا كمية منيحة على الشفاف، واتركوا هذا الماسك على شفافكم لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة خدوا قماشة عليها مي وشيلوا الماسك عن شفافكم. رابع فائدة للفازلين هي انه الفازلين بخلي ريحتكم تبقى حلوة لوقت طويل. بكل بساطة قبل ما نحط العطر او البرفيوم بناخد من الفازلين شوي صغيرة على اصبعنا ومنحط محل ما عادة منرش البرفيوم، وبنرجع نستعمل البرفيوم اللي بدنا اياها. صدقوني انه الريحة بتضاين كتير وقت اطول. خامس واخر فائدة للفازلين شو هي انه فينا نستعملها على كعب الاجرين، وكتير بتساعدنا. مشكلة جفاف كعب الاجرين بتصير بالصيف وبالشتاء، كل الوقت موجودة، والفكرة فيها يا او ما منرطب اجرينا اناف، خصوصي بالشتاء بنكون لابسين الكلسات ولابسين الشوز الضيق، فهيدا الشي بيسبب جفاف، او بالصيف لانه الجو جاف هيدا الشي كمان بيسبب جفاف. لهالسبب هيدي الخلطة فينا نستعملها كل يوم على مدار السنة. والخلطة كتير سهلة، عبارة عن فازلين مع اللوشن اللي نحنا بدنا اياه او بلسم الجسم اللي نحنا بدنا اياه. اول شي بنعمله هو بناخد ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من اللوشن اللي نحنا بدنا اياه، بنخلطهم مع بعض كتير منيح تنحصل على هيدا المعجون. نتأكد انه اجرينا كتير نضاف، بناخد من هيدي الخلطة وبنحطها على الاجرين. منحط كمية منيحة من الخلطة، وهيدي كمان اسمها سلاجينج، او عم نخلي المويستشر او كل الترطيب يبقى جوا الجلدة وما يطلع لبرا. منلبس الكلسات تبعنا ومننام. صدقوني جايز تاني نهار رح تقوموا ورح تلاقوا في فرق كتير كبير قبل استعمال الفازلين وبعد استعمال الفازلين. جربوا هول الحيل انتو عندكم بالبيت وخبروني شو رأيكم بالكومنتس. انا كتير مبسوطة بهول المعلومات صراحة، انا عم طبقهم بحياتي. خبروني انتو اذا في عندكم حيلة كنتوا تطبقوها بتخص الفازلين، او اذا عبالكم تطبقوا حيلة جديدة من الحيل اللي خبرتكم عنها اليوم. واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشاركوا هول الحيل مع رفقاتكم، وتشتركوا بالقناة اذا بعد ما انكم مشتركين. وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.